هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا. انا يعني خلينا بس نتكلم في حته، لان خلاص فاضل لنا بالظبط يعني دقائق معدوده. المواطن والمواطنه، هل ولاء الشيعة في مصر بشكل قوي لمصر ام لايران بشكل اعلى من ولائهم لمصر؟ قبل كده حسن نصر الله في لبنان قال انا ولائي لايران اقوى من ولائي للبنان، هل على نفس الشاكله شيعة مصر؟ والله هو الموضوع ابسط من كده بكتير، بس هي المشكله ان سبحان الله يعني في فئه غبيه بجد وعايزه زي السوس بينخر والله العظيم في الشعب المصري، اسمهم الوهابيه بجد. هم اللي بيعملوا كل حاجه، هم اللي مزقوا ما بين المسلمين والاقباط، هم اللي مزقوا بين المسلمين والمسلمين، هم نفسهم ممزقين كلهم، هم مدارس كلهم. ده اولا. ثانيا حضرتك انا عرفت نفسي ان انا قلت حضرتك ان انا كنت سلفي وتشيعت، انا ما كنتش شيعي. انا والدي حاصل على ماجستير في اصول الفقه السني. الاستاذ اللي بيقول احصائيات انت كذاب. لا اتبرأ منك، انت كذاب. والله اتبرأ منك، واخواتك ضربوك. انت كذاب والله اتبرأ منك، والله انت كذاب. عشان زوجتك بتتصل بالشيعة وبتقول لهم زواج المتعة، صح؟ يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا استاذ محمود بلاش. لا كده عيب، كده عيب، كده عيب، ده كده تجريح، كده ما ينفعش، ده كده تجريح، ده كده كده قليل الادب. لا لا خلاص يا استاذ وليد، انت كده ازاي تجيب سيره زوجة؟ ازاي؟ عيب عليك. انا ما قلتش كده. خليك محترم. عيب. انا ما قلتش كده. اتفضل يا استاذ وليد واهدى، انا بعتذر لك. اتفضل. انا بعتذر لك. مشاهدينا فاصل وانا واصل معكم. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلة 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.